في يوم كمباوند كامل صحي على جريمة غامضة محدش لاقي ليها أي تفسير. بنت في أوائل الثلاثينات من عمرها لقوها مقتولة وهي في كامل شاكتها، ومن الواضح إنها كانت بتحتفل بعيد ميلادها. بس الغريب في الموضوع إنهم ملقوش أي أثر لوجود شخص تاني غيرها. في الحلقة الأولى من بداية لعنة بنشوف ابتسام وهي صاحية من النوم يومها زي أي يوم عادي، بتحضر فطارها. فجأة سمعت صوت خبط مخيف، صوت تترعب لما تسمعه، صوت حد بيخبط على الباب بس بطريقة مريبة قوي. فراحت تبص من العين السحرية قبل ما تفتح الباب، لكن ما لقيتش حد. فتحت الباب وهي مرعوبة، ما لقيتش غير صندوق شكله قديم. وكأنه مربوط بالربطة اللي عليها من سنين كتير. خدت الصندوق وهي بتبص حواليها وهي خايفة ومستغربة. قفلت الباب ودخلت تفتح الصندوق وهي مش فاهمة حاجة. فتحت الصندوق لقيت ورقة مكتوب فيها: اللي سكن قبلك لسه هنا. جريت على البلكونة على أمل إنها تلحق تشوف اللي جاب لها الصندوق وهو خارج من العمارة، لكن برضه ما بتلاقيش حد. هي فكرت إن حد بيعمل فيها مقلب أو حاجة زي كده، بس حصل حاجة أغرب من الصندوق نفسه. لما رجعت من البلكونة لقيت الصندوق مقفول بالربطة اللي كانت عليه وكأنه ما اتفتحش أصلا. إن الورقة اللي لقيتها في الصندوق كانت في إيديها لسه. بقيت في حالة ذهول، إزاي الصندوق مقفول زي ما لقيته وإزاي الورقة دي في إيديها؟ جت تدخل أوضة نومها لقيت ورقة زي اللي لقيتها في الصندوق قدام باب الأوضة، وكأن حد حدفها لها من تحت الباب. وهنا كانت الصدمة الأكبر لما فتحت الورقة. أنا مش بس شايفاكي، أنا قاعدة معاكي. وهنا ابتسام ما قدرتش تملك نفسها وأغمى عليها من الرعب. فاقت وقامت خرجت الصالة تاني. اترعبت لما لقيت الصندوق اتفتح لوحده. لقيت في ورقة مكتوب فيها: الحكاية جاية من جواكي. بس المرة دي كانت الصدمة الأكبر، لقيت إيديها بيتكتب عليها بخط وكأنه من نار. وفي الحلقة التانية من بداية لعنة بنشوف ابتسام وهي نازلة بتهرب من بيتها، بس للأسف مفيش مكان تاني تقدر تروحه واضطرت ترجع بيتها تاني. بس حصل حاجة غامضة، ظهر كيان غريب. الكيان ده ظهر وهي بتراقب ابتسام من بلكونة بيتها، وابتسام بعد ما طلعت وغيرت هدومها خرجت قعدت في الصالة وهي مستسلمة للأمر الواقع. ولعت سيجارة وقعدت في الأرض وهي بتبص حواليها وهي خايفة. وفجأة قالت بصوت واضح: هو في حد هنا فعلا؟ وكانت الصاعقة لما فجأة ظهرت قدامها ورقة. جريت عليها فتحتها بلهفة، لقيت مكتوب فيها السؤال بيفتح حتى من غير باب. سابت الورقة على بار المطبخ واتجهت للأوضة في حالة عدم وعي ايه اللي بيحصل. ولما قربت من أوضتها وقفت مكانها واترعبت لما شافت الصندوق على سريرها وهو مفتوح. فضلت تتلفت حواليها برعب لكن برضو مش لاقي حد.
قعدت جنبه وتبص له بخوف وهي مترددة. تفتح الورقة ولا لأ؟ بس قررت تفتحها. المرة ديت لقيت مكتوب فيها: انتي بدأتي مش لوحدك. والمرة ديت ابتسام مخافتش. أنا عارفة، بس أنا مش عارفة مين معايا. ابتسام انتظرت لكن ما جالهاش رد. فخرجت تاني على الصالة، وقفت مستحيرة وقالت لها: انت مين؟ ما كانتش عارفة ان الكيان واقف وراها بيراقبها. وفجأة سمعت صوت خط جاي من أوضة. جريت على الأوضة بسرعة، لقيت ورقة مفتوحة في الأرض. ابتسام مبقتش تخاف تفتح الورقة، بالعكس بقى جواها فضول وتصميم تعرف ايه اللي بيحصل معاها. لقيت مكتوب فيها: اسمي مش مهم بس وجودي باقي. ابتسام خرجت الصالة تاني وهي بتتلفت حواليها وهي مش ملاحقة على كل اللي بيحصل. بس ابتسام اللحظة اللي خرجت فيها الصالة اترعبت ورجعت لورا أول لما لفت حوالين نفسها ولقيت الصندوق جنب رجليها. بس برضه ابتسام الفضول بيحركها. وبرضه ما فهمتش اللي كان مكتوب في الورقة. كان مكتوب: كل ما تسألي تبعدي عن نفسك أكتر. وده كان تحليل الحلقة الأولى والتانية من مسلسل بداية لعنة. لو عايز تعرف تحليل باقي الحلقات اشترك وفعل الجرس واضغط لايك واكتب لنا رأيك في الكومنت. ولو شايف إن الحلقة عجبتك وممكن تعجب حد تاني شيرها. كنتم مع الثعلب وحواديت الثعلب.